وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه ربنا تبارك وتعالى وأرسله جل وعلا، وأرسل إليه رسالة سماوية تدعو إلى كمال الأخلاق في جميع الاعتقادات والمعاملات والأفعال والأعمال. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الأخلاق التي دعت إليها شريعة الإسلام واتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل إليه جبريل الأمين وهو في الغار في بداية الوحي وإنزال الرسالة، فرجع إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف فزعا قائلا: دثروني دثروني. ثم قال: يا عائشة، والله لقد خفت على نفسي. فماذا قالت له؟ ذكرت من أخلاقه الحسنة التي اتصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وعددت من محاسنه ثم قالت: إنك لتقرئ الضيف، أي لتضيف الضيف. فإن من الأخلاق الحميدة ومن الأخلاق الدينية الإسلامية التي دعت إليها شريعة الإسلام الاتصاف بضيافة الضيف والإحسان إليه، فإن ذلك خلق عظيم. ومن اتصف بهذه الصفة وهي ضيافة الضيف فلن يخزيه الله لا في الدنيا ولا يوم القيامة. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا خديجة؟ فقالت: إنك لتقرئ الضيف، أي لتضيف الضيف، فلا يخزيك الله أبدا. أيها المسلمون، هذه صفة اتصف بها نبي الأمة عليه الصلاة والسلام قبل إنزال الرسالة وقبل أن يكون نبيا ورسولا، وهو متصف بصفة ماذا؟ ضيافة الضيف. وأول من قام بهذا الخلق العظيم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، الذي قال عنه ربنا جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. ثم وصف الله عز وجل عن هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ إن هؤلاء الأضياف هم من ملائكة الله، ولهذا قوم منكرون.
لم يعرفهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوصفه الله أنه أضاف الضيف وأنه أحسن إلى الضيف. فماذا فعل؟ قال فراغ إلى أهله، أي انسلى وانسحب إلى أهله بدون ما يشعر أضيافه الذين لم يعرفهم. فذهب إلى أهله وذبح عجلا سمينا من أعظم ومن أفضل ما يملك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فذبحه ثم شواه في النار ثم قربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ فأول من أضاف الضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتبعه الأنبياء، وهي من خصال العرب الذين اتصفوا بها من أهل الشهامة والمروءة والرجولة. نعم أيها المسلمون، فامتدح الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذكر قصته في القرآن، حيث أنه أكرم الضيف ولم يعرفهم، وبالغ في إكرامهم حيث ذبح لهم عجلا سمينا. قال المفسرون من أجود ما يملك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاءت الشريعة الإسلامية وجعلت الإيمان بالله وباليوم الآخر له ارتباط عظيم بضيافة الضيف والإحسان إلى الضيف. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالإيمان يزداد ويكمل بضيافة الضيفان وبضيافة الضيوف الذين يصلون إليك، فإكرامك لهم دليل على كمال إيمانك وعلى قوة مروءتك وعلى إيمانك بلقاء الله وباليوم الآخر. نعم أيها المسلمون، فهكذا أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أراد أن يغرس في قلوب الأمة وفي قلوب الصحابة هذا الخلق العظيم وهذا الخلق الشريف الطيب الجميل. فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فحثهم عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الإحسان إلى الضيف بإفشاء وبإقامة الطعام، فإنه من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. ولقد أوجبت شريعة الإسلام على أنه يجب إيضاف الضيف وإكرام الضيف، ليس تكرما منك ولكن واجب أوجبه الله عليك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالضيف قال فإن الواجب أو جزاؤه يوم وليلة. قال والضيافة 3 أيام، أي يجب أن تكرمه يوم وليلة، واجب عليك ليس تكرما، والكمال في ذلك 3 أيام. قال فما زاد فهو صدقة عليه. نعم أيها المسلمون، هذه من الحقوق
التي أوجبتها شريعة الإسلام على الأمة الإسلامية. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الضيافة للضيف أن تعامله بمعاملة حسنة، وأن تنظر إليه نظرة رحمة لا نظرة سخط. فهذه هي شيمة أهل الإيمان وشيمة أهل الرجال. قال العلماء: وينبغي أن تكون البشاشة على وجه المضيف حتى لا يتحرج الضيف. قال أهل العلم: قال وينبغي إذا قرب إليه الطعام ألا ينظر إليه أثناء أكله حتى لا يتحرج بل ينشغل بنفسه. قال ومن كمال إكرام الضيف ألا يرفع يده من الطعام حتى يرفع الضيف يده خشية ألا يتحرج هذا الضيف. انظروا إلى تعاليم الإسلام السامية العالية الفضيلة الرفيعة التي لا يقوم بها إلا من أراد وجه الله والدار الآخرة، وكمل إيمانه وحسنت معاملته. إن كتاب الله وسنة رسول الله وفعل الصحابة رضوان الله عليهم مليئة بأروع الأمثلة بالإحسان إلى الضيف وبالمعاملة الجميلة له. حق من الله أوجبه ربنا تبارك وتعالى في حقوق البشرية التي يجب القيام بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، إن مما بين في شريعة الإسلام في حق الضيف وإكرامه والإحسان إليه أن ذلك يجب مما يتنبه عليه المسلم، سواء كان هذا الضيف من أرحامك ومن أقاربك أو كان ليس بينك وبينه قرابة فوفد إليك، فيجب عليك إكرامه أيها المسلم. يقول الشقيق رحمة الله عليه: قال: ليس هنالك شيء أعز علي من الضيف، فإن رزقه على الله وأجره لي. فضيافتك للضيف إنما يرزقك الله عز وجل ويرزق هذا الضيف. وكنت إذا أحسنت إلى ضيفك فقد نلت الأجر العظيم ونلت من سعة الأرزاق ما الله به عليم. قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، أو قال: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فهل استحضرت أيها المسلم عندما يفد عليك الضيف مثل هذه التوجيهات النبوية أن الله عز وجل يكرمك إذا أكرمت ضيفك وأحسنت إليه؟ وانظروا إلى ما ذكره وإلى ما ورد من الأمثلة الرائعة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ثابت بن قيس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: جاء رجل مجهود، أي في حالة التعب والإرهاق، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف وافد عليه، والضيف هو ما يفد عليه من الأمصار أو البوادي أو القرى، فهذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الرسول أن يكرم هذا الضيف، لأن إكرام الضيف مأمور به شرعا، فأرسل إلى نساء، فكان الجواب: لا يوجد إلا ماء. ثم إلى البيت الآخر
لا يوجد إلا ماء. 9 أبيات من أبيات رسول الله. كان الجواب: لا يوجد إلا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يضيف هذا الضيف يرحمه الله، فإن الذي يكرم الضيف قد نال رحمة الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالرحمة. فقال: من يكرم هذا الضيف يرحمه الله. فقال رجل: أنا. في بعض الروايات أبو طلحة قال: أنا يا رسول الله. فانطلق إلى زوجته قال: أكرمي ضيف رسول الله ولا تدخري شيئا، أي لا تؤخري شيئا. فقالت: والله لا يوجد إلا عشاء الصبية، أي عشاء الأولاد، لا يوجد غيره. فقال لها: علليهم، أي اجعلي شيء في القدر، فإذا أرادوا العشاء نوميهم، فإذا نام فإني أدخل الضيف، فإذا أدخلته قال: فقرب العشاء، فإذا مد يده إلى الصحفة ليأكل قال لها: قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه حتى نوهم الضيف أنه يأكل ونبيت جياعا. ففعلت ذلك قبل أن يضرب الحجاب، فدخل الضيف فقربت العشاء، ثم جلست فبدأ الضيف يأكل، فقامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، ثم جعلوا يدخلون أيديهم إلى الصحفة وترجع بلا شيء من أجل أن يشبع هذا الضيف الذي وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وباتا جياعا مع أولادهم. فلما أصبح هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بعمله الذي صنع مع ضيفه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. وفي رواية: لقد ضحك الله من فلان وفلانة بضيافتكم لهذا الضيف. من الذي أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل هذا الصحابي مع زوجته مع الضيف؟ إنه الله علمه شديد القوى. فأنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما أكرم الصحابة وما أشد تطبيقهم لشريعة الإسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا يا عباد الله ينبغي للمسلم أن يتنبه لأحكام الشريعة، وأن يكون متصفا بها، عاملا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا بالصحابة رضوان الله عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في ضلال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،